بالنسبة لهاد المجموعة ديال البري، لأن هذه في الأصل كانت برية كبيرة جدا، ف اندثرت تماما، وبقت جذوعها ديال البري، فأنبتت هذا الجدار أو هذا الصف من الأشجار البري. فقمت بالتطعيم ديالي أنا تقريبا، وضعت واحد 32 كما كنسميو حنايا الدرهم، واحد النبات في داخل الغصن اللي كينمو بهذا الشكل هذا. فهذا هو الدرهم، هذا هما الدراهم. فهذا النباتة هذه فهو درهم خرج. هذا هو اللي كنجيبو إخواني الأعزاء، وكندير له التطعيم في هذا المكان هذا هنايا كما كتشاهدوا. فهذا هو الدرهم ولا في هذا الشكل هذا. هذه كما كتشوفوا في هذه الأشكال. مشاهدي الأعزاء، ف هذه هي طريقة التطعيم الصحيحة، أحسن طريقة للتكاثر ديال الأشجار البري. ف هذه طريقة التطعيم راه فات ليا، نشرتها في الفيديوهات السابقة، كيفاش الطريقة ديال التطعيم، كيفاش كيدير الزغالي الجلالي بالطرق، وكيفاش شنو كيحتاج في هذا التطعيم باش كيعطي هذه النتيجة هذه. فالنتيجة راني وضحت في الأشرطة اللي نشرت من قبل الطريقة كيفاش الصحيحة والسليمة للتطعيم. فالإخوان، هاد المجموعة ديال البري هذه، فهنايا كاين 8 ديال الشجرات ديال البري اللي قمت بالتطعيم ديالها، فأعطت 8 ديال الشجرات ديال الزيتون من النوع الجيد. هذه ممكن تحيدها دابا وديها لمكان آخر، السنة اللي جاية غادي تعطيك الثمار مباشرة. فولا في هذا الحجم هذا، فهذا دابا ان شاء الله في هذه السنه هذه غادي يعطي الثمار. فهذا تلقم تقريبا عنده سنه، هذا سنه عنده ولا سنه وشهرين، هذا البري هذا ولا في هذا الحجم هذا. فتبارك الله، الانسان دائما يتوكل على الله ويخدم، لان في العمل الراحه. أنا وجدت في العمل الراحة، أقسم لكم يمينا. فكينسى الإنسان الهموم، وكينسى الأشياء الخبيثة، وكينسى الظروف الخبيثة والتفكير الخبيث والمشاعر الخبيثة. دائما كيبقى عايش مع الطبيعة كما تشاهدون إخواني الأعزاء. كيبقى عايش وكيبحث وكيشوف، مرة كيلقى أفعى، مرة كيلقى حجلة، مرة كيلقى أرنب، مرة كيلقى قنفذ، مرة كيلقى جميع الحيوانات، ومرة من الطبيعة حتى من النباتات. مرة كيلقى هاد العشبة هذه، هاد النبتة هذه اللي كثرت منا، اللي وزعت منا بكثرة. هذا هو نبتة أو عشبة طبية، أو كما كنسموها بالزعتر. فهذا الزعتر إخواني الأعزاء فهو مهم في الحياة الإنسان، ضروري. فهو يقضي على السموم تماما، وفيه بزاف ديال فهو هي عشبة طبية، لأن الثمن ديالو، فالثمن لو كان ماشي، لو كان ما فيهش هاد ما يكونش الثمن ديالو باهظ، كيوصل حتى ل 100 درهم الكيلوغرام الواحد. فإخوان، أنا اضطرت وكثرت من هاد النبتة أو من هاد العشبة الطبية الزعتر، لأن فيه بزاف ديال الفوائد. الفائدة اللي كنستعملوها حنايا جبالة، وكيستعملوها حتى في المدينة، لأن في المدينة كيتباع هذا الزعتر هذا باهظ كاس صغير، كوب صغير ب10 ديال الدراهم، وماشي بحال هذا النوع هذا. كاين واحد النوع ديال الزعتر، فهذا الزعتر الجديد هذا هو. كاين واحد النوع اللي كيدير من وراء، كان عنده الأوراق مصوفين، فهذا الزعتر هذا فهو حضرمي. فهذا الزعتر الأصلي فهو هذا،
بنكزين، في الجبال ديال بنكزين. فهاد الزعتر هذا كاين غير في هذه المنطقه هذه بالضبط، لان كاين شي مناطق اخرى المجاوره كاين واحد النوع الزعتر ما فيهش الرائحه كما هذا الزعتر هذا، كيكون مسود والاوراق ديالو كتكون عند الحجم كبير وما كيديرش. هذا كيدير هاد النواره هذه، فهو كيدير واحد البذور بحال القوق في الزهره ديالو او في النواره ديالو. هي النواره ديالو، فكما كتشاهدوا فهو في الزرعه ديالو كيصاف منه، فهو نبته غابويه بريه، فهذه خصها الانسان يكثر منها في الارض موجوده. علاش ما يكثرش منها؟ فانا اتخذت هذه الفكره هذه السنه الماضيه وقمت بالغراسه في واحد المكان في الجبل، في واحد الجبل عالي تقريبا. كنطلع واحد نصف ساعة من الطريق لهذا المكان عقبة باش كنوصل. كنطلع في هذا المكان هذا باش كنوصل إلى تلك المكان اللي كاين الفوق هنا. هذا المكان هذا لأن هو قمت بالغراسة فيه ديال هذا النوع ديال النبتة الطبية أو هذه النبتة العطرية، ألا وهي الزعتر. فهذا الزعتر هذا إخواني الأعزاء المشاهدين فعنده واحد الدور مهم في الحياة الإنسان كما قلنا. فالإنسان إلا وقع له ألم في المعدة ولا ألم في الأمعاء ولا ألم في الرأس ديالو، فيجيب قليل من الزعتر تقريبا هذا، وخصوصا من الأفضل يكون أخضر، لأن اليابس ما كتبقاش فيه ديك الفعالية ديالو، فكتبقى في الأخضر كيعطي واحد النكهة رائعة وكتبقى الفعالية ديالو فيه. فيجيب واحد الأعشاب من الزعتر هكا يغسلهم ويوضعهم في كوب صغير ويفرغ عليهم ماء ساخن ويحرك بالملعقة تقريبا واحد الثانية، واحد 2 ثواني ولا 3، وغادي يحصل على واحد السائل أصفر. فذلك هو مستخلص من ماء مستخلص أو عصير من الزعتر. فيشرب ذاك الزعتر، الألم ينسحب أو ينتهي مباشرة، ما كيبقاش الألم في الرأس ديالو أو في المعدة. فالميكروب دائما أول ما كيسيب المعدة، كيدوز للمعدة، كيبقى دوران ودوخة في الرأس. المثل القديم كانوا كيقولوا باللي الرأس هو الكسكاس والمعدة مثلا الجسد الأسفل هو البرمة والكسكاس، لأن كل إذا وقع الكوليك في المعدة فكيعطي ألم الرأس. كما كيقولوا في واحد التوضيح الناس القدماء كيقولوا باللي البرمة هي المعدة والراس هو الكسكاس. فالبرمة كيكون فيها الماء والكسكاس كيكون فيه الطعام كيتفور، فكيطلع البخار وكيوقع كتتم الطريقة ديال التصفير ديال الطعام، مثلا الكسكسو في الكسكاس. فالإنسان دائما كما كيقولوا، أنا هذا الشيء هذا كنسمعوا من الناس القدامين، فهذا الزعتر هذا كتستعملوا للمعدة ما كيبقاش الألم في الرأس مباشرة. فالألم دائما يأتي من المعدة والأمعاء. فالإنسان ملي كيشرب شي جرعة ديال الدواء فمباشرة كتمشي للمعدة، فكتفرق في
سميتو في الجسم مباشرة الألم ما كيبقاش في الرأس. علاش؟ لأن الألم أو المرض أو الميكروب يكون في المعدة أو في الأمعاء. فعندما يموت الميكروب الموجود في المعدة أو في الأمعاء فالرأس ينسحب منه الألم مباشرة. هذه فكرة أو توضيح مع الباحث والدكتور زغاري جيلالي المختص في علم التخارف وفي الأعشاب الطبية وفي الطبيعة وفي الطبيعة. كيعطيكم التوضيح كيقوم بالتكاثر هذه الأعشاب هذه. فيما لقيت شي عشبة مثلا كندير التكاثر ديالها بحال الفليو بحال المنسى بحال الجميع بحال العطرة. اخوان هذه هي زعترة، هذه هي زعترة حتى هي كنقوم بالخدمة ديالها حتى هي وكنكثرها مع الزعتر، فهذه كتسمى زعترة. فالرائحة ديالها طيبة والنكهة ديالها عجيبة وحتى هي فيها كتقضي على الميكروبات. بالنسبة للشرب ديالها خصو الإنسان ما يكثرش منها بزاف، فهي كتقضي فهي مجهزة على الزعتر، فهي الرائحة ديالها مجهزة على الزعتر، فهي تقريبا لهم نفس الرائحة. فالأوراق مختلفة بالنسبة للأوراق فهي مختلفة، أما بالنسبة للأوراق ديال الزعترة كما تشاهدون الأوراق ديالها، فأوراق الزعتر هما هذو الأوراق ديال الزعتر والشكل ديالو. هذه كيكون اللون ديالها كيميل اللون مثلا بلوسيل، اللون سماوي، فاللون ديال الزعتر يكون لونه أخضر. الإنسان الإخوان فهذا خصو الإنسان خصو يخدم عليه. دابا خصو دائما تكون الأرض عليه خصبة كنخدم عليه أنا باش كيستفز ماء المطر. لأن إخوان دائما سمحوا لي على هذا التصوير، لأن المصور الرسمي ديالي وداع الزغاري راه كيقرا، فاضطرت انا كنصور كنصور بالبيد وكنخدم بيد كيفاش كنخدم على هذا النبته ديال الزعتر. اما بالنسبه للاخوان التكاثر ديالها كيفاش نكثروا منها، فهي طريقه سهله كما كتشاهدوا. كان لان كدير بزاف، فهي كدير تقريبا كل مجموعه او كل قاعده كما نقولوا كدير واحد المجموعه ديال، فكدير بزاف ديال الزريعه، فهي كيقوم التكاثر ديالها ماشي بالزريعه هاد النوع هذه، فهي كيوقع التكاثر ديالها بحال هذه من النباتات هي الزهريه، ولكن بحال اللي كتحس من الفصيله ديال النباتات لا زهريه. التكاثر ديالها كيتقام بحال هكا من العروق ديالها من الجذوره كتعطي، هذا هو التكاثر ديالها. بحال مثلا النباتات الزهريه بحال داك زبره البئر اللي كاينه واحد النوع كنبت في الماء، فهي كتسمى بزبره البئر. كيتقام التكاثر ديالها ما كتحس من الفصيله ديال النباتات اللا زهريه. فهذه النوع ديال الزعتر فمن النباتات الزهريه، ولكن التكاثر ديالو الزريعه ديالو ما كتنبتش، على ما نظن انا ما كتنبتش، لان التكاثر ديالو كيتقام بهذه الطريقه هذه على ما نشوف انا، لان انا قمت بالتكاثر ديالو بهذه الطرق هذه، فنقول هما هذو موجودين كما كتشاهدوا هذو، فهو طريقه التكاثر ديالو. اما الزريعه مازال ما بحثش كيفاش واش الزريعه ديالو كتنبت ولا عاد غدير شي بحوث في هذا العالم هذا ديال النباتات العطريه والطبيه كيفاش التكاثر ديالها ان شاء الله. فاللي وضحنا بحال الزعتر ديال كاين واحد النوع جبرت واحد هذا، فهذا النوع ديال الزعتر الرومي، فهذا لقيت واحد العشبه هنايا، فهذا الطريقه كيفاش كيدير الاوراق غلاظ ومصوف. فبالنسبه للزعتر البلدي فهو هذا سميتو العشبه ديالو كي دايره، العشبه ديالو كاوراق حمراء ورقيقه، واللون ديالها بحال اللون ديالها بحال رمادي ابيض، ماشي مع الفرق مع هذه العشبه هذه، فهي مفروقه.
فهذا النوع الزعتر هذا اللي كاين الفرق ما بين هذا وهذا. فالتكاثر الاخوان نوريكم الطريقه كيفاش الا بغى يكثر الانسان. فانا قلت بالتكثير ديالو في هذا المكان هذا. فهو هذا طريقه ديال الغرس. كنخدم الارض، فالارض هذه كانت عباره عن صخور، فكنخدمها كتولي ارض خصبه بحال هكا. فكما كتشاهدوا في هذا المكان هذا، قمت بالترميم ديالو بالاصلاح ديالو كما كتشاهدوا. فجاي دابا غادي نطلع مع هذا المكان هذا. فهاد الصخور كله، فاش ديك الصخور كتعاونني كندير بها بحال المدرجات هنا باش كتلقوا في التراب وكتشد ماء المطر، وكيكون المنتوج كيترعرع المنتوج وكيكمل وكينمو بواحد الطرق سليمه بدون امراض، وكيعطي غصون يانعه. فالطريقه اخوان هي هذه كيفاش نغرسو. كنجيبوا هاد الجذره هذه مباشره، كندير واحد الحفره، وممكن غير باليد ديالك غير بالايدي كيفاش تغرس هذا. فهو طريقه سهله كما كتشوفوا. فالغرس ديالو فهو طريقه سهله، لان كثرت انا بهذا النوع ديال التمساح او العشبه الطبيه. الطرق مع دابا الارض راويه مباشره غادي يعيش حتى الاوراق ديالو ما غاديش تلبس، الاوراق ديالو ما غادي يبش، لان غادي تبقى يانعه ان شاء الله. وغادي نكثروا من هذا الشيء هذا ان شاء الله، وغادي يكون هذا الشيء موجود، لان هذه فكره اللي وقعت لي على الراس ديالي انا كيفاش ونكتفي بهذا القدر، ودمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسنة سعيدة كل عام وأنتم بخير.